من ملايين السنين كانت الأرض فيها بعض البشر وكتير من الوحوش والحيوانات المفترسة، وبنشوف سفينة فضاء بتقع في مكان ما فيهوش سكان. كل وحوش وحيوانات ما فيش غير قائد السفينة وبنت صغيرة، هم بس اللي نجوا من كل اللي على السفينة، بس حياتهم في خطر وبيحاربوا كل الوحوش علشان يرجعوا لحياتهم تاني. يا ترى هيحصل لهم ايه وهيرجعوا ولا لا؟ لو عاوزين تعرفوا اللي حصل لهم اتفرجوا على ملخص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك لو أول مرة بتشوفنا. يلا بينا. رائد فضاء اسمه ميلز حياته كلها رحلات في الفضاء ما بين نقل وامدادات واستكشافات، وعايش مع مراته وبنته على كوكب سوماريس، وكانت كل رحلة ليه في حدود الشهر أو الشهرين، وبيعمل رحلات استكشافية وبيوصل امدادات من كوكب لكوكب تاني. لكن المرة دي هتكون رحلته طويلة شوية، وبنشوفه هو بيكلم مراته وبيقول لها المفروض اني رايح رحلة، بس المرة دي رحلتي اطول من كل مرة. الرحلة مدتها سنتين، مش عارف ازاي هقدر ابعد عنك وعن بنتي كل الفترة دي، وازاي هقول للبنت اني مسافر وهغيب عنها سنتين واسيبها وهي تعبانة كده. مراته قالت له طبعا الموضوع صعب عليك وعلينا، لكن الاصعب اننا بنشوف بنتنا تعبانة وبتموت واحنا مش عارفين نتصرف في مبلغ العلاج بتاعها. المبلغ اللي هتاخده المرة دي كبير وهيكفي علاجها، لازم نستحمل كلنا لانك لما ترجع هيكون معاك الفلوس اللي تكفي علاجها. الرحلة دي هيدفع فيها 3 أضعاف اللي بتاخده. راح ميلز بيتكلم مع بنته، قالت له ما تتعبش نفسك، أنا عارفة كل حاجة وعارفة إن السبب في السفر بتاعتك المرة دي، وودعته. ميلز قال لها أنا رايح علشانك انتي. بدأ ميلز رحلته، وهو في الطريق الأجهزة بلغته بوجود نيزك نشط لأنه كان نايم ومشغل الطيار الآلي. المفروض إن قائد السفينة يتفادى النيازك يدويا. فعلا ميلز سمع الجهاز، راح لمكانه وبدأ يتحكم في السفينة. السفينة تلقائي بدأت في تجميد الأشخاص اللي عليها بسبب وجود خطر عليهم. ميلز شايف حجارة كتير قدامه وبتخبط في جسم السفينة، وهو حاول يتفاداها بس كانت كتير والسفينة اتأثرت. السفينة عملت هبوط اضطراري، بس للأسف السفينة وقعت وكل غرف التجميد اتحرقت وكل الناس ماتوا. ميلز فقد الوعي، ولما فاق لقى نفسه مجروح وبينزف لأنه في شظية طارت من جسم السفينة ودخلت فيه. حاول يعالج نفسه ولبس بدلة الفضاء وأخد معه السلاح وخرج من السفينة عشان يكتشف المكان اللي نزلت فيه. شاف جثث الناس اللي كانت معاه في السفينة. رجع السفينة حاول يعرف المكان اللي هو فيه بس معرفش. بعت رسالة باللي حصل له وطلب المساعدة، وقال لهم إنه هو الوحيد اللي نجا، وبلغهم إن السفينة اتقسمت نصين. وهو بيفحص السفينة عرف ان في كبسولتين مفقودين. خرج بره السفينة واكتشف انه ممكن يتنفس عادي، المكان مناسب للسكن فيه، ما كانش في حاجة شغلاه غير بنته. رجع للارشيف وشغل الرسائل اللي هي بعتتها ليه، شافهم كلهم وعاوز يرجع علشانها. الجي بي اس جاب له مكان كبسولة من المفقودين اللي كانوا في السفينة. راح يشوفها وهو ماشي شاف بيض مكسور بس حجمه كان كبير. كان بيسمع أصوات مخيفة. لما وصل للكبسولة لقى فيها بنت في عمر بنته، طلعها شالها ومشي بيها. وهو ماشي شاف آثار رجل كبيرة قوي غرزة ومعلمة في الطين. هو خايف وحاسس بالخطر، المكان مخيف وبيشوف حاجات غريبة. رجع بالبنت للسفينة واهتم بيها. لما خرج يدور على كبسولة الأمان اللي هيرجع بيها لقاها في النص التاني المقسوم من السفينة، وده وقع في مكان تاني. وهو ماشي شاف ناب كبير وهياكل عظمية لكائنات كبيرة جدا. طلع جهاز الجي بي اس وعرف ان الكبسولة اللي هيرجع بيها على بعد 15 كيلومتر من مكانه. بعدها بنشوف ديناصور صغير بيهجم عليه، راح ماسكه وموته بسلاحه. البنت شافت ميلز وخافت منه وطلعت تجري بعيد. هو فضل يجري وراها لحد ما وقعوا هما الاتنين في حفرة. خد البنت ورجعوا السفينة. ما كانش فاهمها لأنها هي وعيلتها كانوا في كوكب تاني. جاب دليل الرحلة وأسماء الناس اللي كانوا معاه وعرف إن اسمها كوا. قال لها أنا ميلز قائد السفينة، وكنت بنقل كوا انتي وباقي الناس من كوكب سوماريس لكوكب تاني، وفي الطريق نيازك خبطت السفينة وقعتها. احنا دلوقتي في مكان ما نعرفوش، في كبسولة امان ممكن نرجع بيها، لكن علشان نوصل لها هنروح عند الجبل وما عندناش اي فرصة للرجوع غيرها. في حاجات غريبة ومخيفة بره، فهماني يا كوا؟ هو عارف انها ما بتفهمش منه ولا كلمة، بس حب يفهمها علشان تطمن. رسم لها الجبل والطريق وحاول يشرح عن طريق الرسم هي
هي كانت عاوزة عيلتها وبس. هو قال لها هنلاقي عيلتك هناك ونرجع كلنا، بس الأول لازم نطلع فوق الجبل ونوصل للنص السفينة التاني. ميلز بعت رسالة وبلغ إن معاه بنت اسمها كوا نجت من الحادثة، لكن أهلها توفوا وطلب مساعدة. كوا شغلت فيديوهات بنته اتفرجت عليهم. ميلز جهز نفسه بكل الأسلحة اللي في السفينة وكمية من القنابل. قال لها لازم نتحرك دلوقتي في اتجاه الجبل. هم ماشيين شافوا طيور كبيرة بتطير فوقهم. في حشرة كبيرة قرصت ميلز من رقبته، وبعدها سمعوا صوت. كوا راحت تشوف فيه ايه. شافوا ديناصور صغير غارس في بركة من الطين ومش عارف يطلع. راحت كوا تساعده وتطلعه. ميلز راح وساعدها، وهم واقفين جت ديناصورات صغيرة شرسة نطت على الديناصور اللي طلعوه واكلوه قدامهم. هم فضلوا يكملوا مشي، شافوا شلال مية ونهر قعدوا يرتاحوا ويشربوا. ولما مشوا تاني الجهاز راحت منه الإشارة. ميلز شاف شجرة كبيرة طلع عليها علشان الإشارة ترجع ويشوف الجبل من فوق، لكن حشرة قرصته والغصن اللي كان واقف عليه اتكسر، وقع من فوق الشجرة. كتفه اتخلع. فضل يخبط في كتفه في الشجرة علشان يرتد لمكانه، لكن كان بيصرخ من الألم. ساعتها كان في ديناصورات جاية عليه. كوا حاولت تساعده وجابت السلاح، وفعلا عرفوا يردوا كتفه. مسك السلاح بسرعة وضرب نار، بس باقي الديناصورات جت وبقوا كتير جدا. ميلز قال لها اجري انت بسرعة. جريت واستخبت بعيد. هو طلع قنابل ورماهم عليهم وكمل بالرصاص على الباقيين. كوا اتلمت عليها الطيور الكبيرة وهي لوحدها. حاولت تبعد عنهم، لقت في وشها ديناصورين عاوزين ياكلوها ولسه يهجموا عليها. ميلز قتلهم، بس جالها واحد من وراها وشدها من هدومها وجرجرها. ميلز جري وراه لغاية ما خلاه يسيبها، بس هي خافت تمشي. بعد شوية قال لها لازم نتحرك، شالها ومشي بيها. الليل دخل، فدخلوا كهف يرتاحوا، ولعوا لمبات مضيئة. قال لها لازم تنامي وترتاحي. شاف معاها صورة بنته، خدها منها وحطها في جهاز بروجيكتور. بنته ظهرت كأنها موجودة. ناموا. الصبح ميلز راح يصحي كوا، شاف بقها بينزل سائل ومش راضية تصحى. فتح بقها لقى حشرة طلعها موتها وفوق كوا. صفارات انذار اشتعلت واللون الاحمر نور، وده معناه ان في خطر عليهم. فعلا طلع ديناصور كبير جدا هجم عليهم، وهم جريوا جوه الكهف واستخبوا منه. هم بيدوروا على مخرج تاني يخرجهم بره الكهف، بس مش لاقيين، وعند الباب في ديناصور. ميلز مش عارف يعمل ايه. وصل لمكان ممكن يخرجهم بس مقفول بصخور. حط قنبلة وفجرها، فتحت لهم فتحة صغيرة يخرجوا منها. ميلز ادى كوا كيس فيه قنابل، قال لها اخرجي انت الأول وأنا وراكي. بس وهي بتخرج الصخور انهارت والمكان اتقفل على ميلز. كوا خرجت لقت أشجار. ميلز رجع يدور على مخرج تاني، هجم عليه ديناصور صغير وعضه في إيده. وقع السلاح منه. ميلز جاب السلاح وقتله. كوا مشيت لوحدها، وهي ماشية شافت عظمة كبيرة أخدتها تحمي نفسها بيها. ميلز لقى مخرج، خرج يدور على كوا. شاف كوكب في السماء، جهاز الكمبيوتر بلغة إنه في اصطدام هيحصل. فضل ينادي على كوا وسمعها وهي بتصرخ لأنها اتخضت من ديناصور. طلع يجري عليها بس وقع في مستنقع طين ومش عارف يطلع منه. كوا طلعت القنابل وموتت بها الديناصور وخلصت عليه. بعدها سمعت صوت ميلز بينادي عليها، وكان خلاص بينزل لتحت وهيموت. كوا جت وجابت جذع شجرة كبير مدته ليه ومسك فيه وطلع حضنها وشكرها. قال لها في كوكب صدم السفينة بتاعتنا ووقعنا هنا، وهو قدامه 12 ساعة ويقع هنا في المكان ده ويدمره. احنا لازم نطلع الجبل ونسيب المكان قبل ما ده يحصل. راحوا عند الجبل وعاوزين يطلعوا. ميلز اداها حبل وقال لها اطلعي انتي واربطيه في حاجة تستحملنا. فعلا عملت كده، طلعت وربطته كويس. وطلع ميلز ووصلوا السفينة ودخلوها. ميلز دخلها وبعت نداء استغاثة وقال لها سفينة الإنقاذ جاية تاخدنا. كوا خرجت بره السفينة وشافت الكبسولات اللي كانوا أهلها متجمدين فيها فاضيين. قالت له يعني ما فيش أهل هنا زي ما قلت لي. فضلت تعيط. طلع صورة بنته، قال لها شفتي بنتي ماتت وهي زعلانة مني لأني سافرت وسبتها وهي تعبانة. لما سافرت حالتها ساءت أكتر وما كنتش موجود معاها. أنا كنت مسافر علشانها. راحت حضناه. بنشوف النيازك والشهب عمالة تقع. قال لها لازم نمشي. دخلوا السفينة وشغل زرار الإطلاق. نزل عليهم نيزك وقع السفينة. ميلز كان مش في وعيه من الخبطة، وكوا اتعورت. كوا فوقته. لقوا ديناصور هجم على السفينة وبيكسر فيها عاوز يدخل لهم. ميلز فك نفسه وراح يجيب سلاحه بره السفينة، ولما وصل للسلاح لقى قدامه ديناصوريين والسلاح مش شغال.
ميلز شغل السلاح وكوا شغلت البروجيكتور بصورة بنته علشان تشغل الديناصورات عنه. ميلز قتل واحد والتاني راح لكوا. ميلز ضرب عليه نار كتير موته. السفينة اشتغلت، الديناصورات كلهم اتجمعوا عند السفينة. ميلز قال لكوا امشي انتي وسيبيني، وجري علشان يبعدهم عنها وتمشي هي. الديناصور جري وراه وكان هياكله. كوا جت وضربته بالعظمة في عينه، ما كانش شايف حاجة ونزل في مية بتغلي طالعة من جوه الأرض. ميلز أخدها ورجعوا السفينة وشغلها، وفاضل ثواني على الاصطدام والسماء اتملت نيازك وشهب بتنزل وتحرق. ميلز طلع بالسفينة لفوق والمكان تحت انفجر وانتهى تماما. وبكده انتهى ملخص فيلمنا. ما تنسوش تكتبوا لنا تعليقكم على الفيلم، وما تنسوش اللايك والشير، ولو أول مرة تشوفنا ما تنساش الاشتراك.